بسم الله ما شاء الله، شكل البطرمان عامل ازاي؟ شايفين حلاوته وجماله؟ تحفه. طالما الفلفل ده في السوق يبقى فيه الخير كله، برخص التراب، ببلاش ببلاش ببلاش. شايفين الشكل؟ احلى فلفل تخللوه، واحلى فلفل تاكلوه، واحلى فلفل مولع. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا، بيبقى اصفر زي الكركم وفي منتهى الجمال. تابعوا معايا الخطوات وما تروحوش في اي حته. احنا دلوقتي هنبدا هننقي الفلفل الاحمر ده، عشان ما جبتش بصراحه فلفل رومي احمر، لقيت الحامي ده رحت جايباه عشان احطه في شفشق الخلاط، عشان اعمل منه التتبيله بتاعت الفلفل. خطير والله العظيم، جربوا الطريقه دي يا فنزات، بيفتح النفس وجميل، وحاجه موجوده في البيت نضيفه. انت بتروحي تجيبي شويه قد كده غاليين، انما ده برخص التراب ببلاش. زي ما قلت لكم كل حاجه ببلاش في السوق، ببلاش. شفشق الخلاط اهو. هنروح بقى جايبين مقطعين الفلفل بالشكل الجميل ده. ده الفلفل الحامي. لو انت عايزه الفلفل بارد شويه هاتي فلفل رومي، بس انا بصراحه ما لقيتش فلفل رومي حامي بتاع ده احمر. ورحت وانا بنقي الفلفل ده لقيت فيه فلفل احمر، قلت كويس والله عشان ما اجيبش احمر. شفشق الخلاط. طريقه سهله وبسيطه واحسن من المحلات الف مره. احنا مش ضامنين المحلات ده، عاملين الحاجه المخللات دي بالذات يا جماعه ازاي يعني، انما في البيت انت واثقه وعاملاها بنظافه وعاملاها بطريقه حلوه ويقعد معاكي. وعايزاني اقول لك على طريقه تفريزه ابعتي لي في الكومنتات وانا اقول لك. سهل خالص يقعد معاكي والله العظيم. انا عندي بطرمان من اول ما خللت، يعني من بقاله يجي سنه في التلاجة. ولو عايزين اوريكم لونه اوريكم لونه، اصفر زي الكركم. بصوا بقى، هنعاير المحلول بتاعنا اللي هو محلول الفلفل عشان يطلع معاكي مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، خليكم معايا في الخطوات والحركات. اتنين، عشان تاخدوا نتيجة احلى فلفل. تلاتة كده، دي الرابعة. ماشي، حلو الكلام، جميل جميل الكلام. هنروح حاطين بقى عسلاتي يا اغلى فنزاتي. هنروح حاطين 4 معالق ملح هرمي كده اهو. واحد، حاطين 4 معالق 4 كوبايات مرق كده 4. حط شويه كمان عشان يبقى مظبوط. ماشي. هو الملح ده مش يعني المحلول ده مش هيقضي، انا هعمل تاني بس انا بوريكم الطريقه يعني. معانا الكركم اهو، معلقه كركم كده محترمه تحطوه، بيدي لون للفلفل في منتهى الجمال، خرافه. الفلفل نفسه يفتح النفس لوحده كده. انزل بالكلام الجميل ده عشان ما وشكوش وارجع لكم تاني. خليط اهو بعد ما ضربناه في الخلاط، شايفين لونه وجماله؟ تحفه يا ولاد، تحفه اهو. شكله جميل، ومعلقه الكركم بتخليه حلو قوي. لسه هتحطي له اضافات تاني. بصوا معانا هنا 3 ليمونات اهو للفلفل، كل ده للفلفل. معانا ورق لورا نحتاجه. معانا كام فص ثوم بس لسه هقوم اجيبهم. معلقه سكر، شويه خل. ما بكترش انا الخل بصراحه، ما بحبش الخل كتير عشان مش عايزاه يديني مزازه. لا، انا عايزه لما اكل الفلفل يكون طعمه حلو كده وبيقرقش معايا وطعمه حلو، ما يهرهوش الخل اهو. هنعمل بقى الفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. نروح عاملينه كده اهو. انا بحب اقطعه نصين، بيبقى شكله جميل قوي وبيتهيأ وبيبقى طعمه تحفه. ناخد وش الفلفلايه قاطعينها، واحده وقعت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. سهل جدا، ني اهو، ولا مسلوق ولا اي حاجه، ده ني اهو. الفلفل البلدي ده جميل في تخليله، بيبقى حلو قوي. انا بقطعوش الحمد لله، بعمله على طول عشان احنا بنحب. احنا دقينا التوم، حطينا نص البطرمان اهو. هو البطرمان هيبقى كبير على الفلفل قوي، بس هو بقى اللي قدامي دلوقتي. هنروح حاطين
ما نعمناش التوم، عملناه مجروش كده عشان يديله ريحه وطعم حلو قوي. ما تحط فصين توم يبقى خلي الفلفل ريحته جميله. معانا ورقتين ورق الغار اهو، نحط برده ورقتين ونكمل بقيه البطرمان. خلصنا كميه الفلفل بتاعنا كله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضي بقى الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط. بسم الله ما شاء الله. شايفين لونه وجماله؟ شايفين الشكل والجمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب بقى بعد ما حطينا الميه هنجيب بقى الليمون بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنعصره كده. كل ما تكتري له الليمون كل ما يبقى اصفر كمان وجميل، مع معلقه الكركم يبقى في منتهى الجمال. هنعصر الليمون بقى كله. هنحط بقى عصرنا الليمون، هنحط شويه خل، شويه صغيرين خالص عشان احنا ما بنحبش ايه الفلفل مزز برضه يا جماعه. نحط بقى شويه السكر عشان يديله الجرشه والقرشه الجميله دي. اقلب بقى الكلام الجميل ده، اغطي البطرمان واقلبه بقى من ناحيتين. هنقفله بقى 3 ايام. بسم الله ما شاء الله. شايفين شكله وجماله؟ شايفين؟ الا بقى لما يستوي باذن الله هفتحه لكم برده قدامكم لما يستوي. منتهى الجمال. الميه دي بتتغمس قبل الفلفل. نشيله بقى 3 ايام وارجع لكم بقى بعد ان شاء الله نجحنا وكان لنا عمر بعد 3 ايام. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. شايفين البطرمان شكله وجماله؟ بيتكلم عن نفسه. بصوا تحفه. انا مدخلاكوا في قلب الحدث اهو. شايفين الحلاوه؟ يا خرابي على الجمال ومقرمش وتحفه يا فانزات والله. اهو شايفين مقرمشه ازاي؟ هحلكوا عشان بايد واحده معلش. شايفين جميل واصفر وكركم. نضيف ولا مش نضيف؟ ده مش احسن ما تجيبه من بره؟ هنملى بقى الطبق بتاعنا اهو. نحط بس كده عشان انا بطلع بايد واحده الاول زي الاخر. خدوا بالكم معايا يا رب بس يكون واضح قدامكم. انا عماله اقرب لكم في الكاميرا اهو. شايفين اللون والشكل؟ والنبي يا فنزاتي اغلى من خلاجتي والله العظيم. ده الكاميرا ظلمه والله. لونه تحفه وجميل جميل جميل اهو. بس برضو بحاول اوريه لكم من بعيد. شايفين الشكل اهو؟ شايفين بيتقطم ازاي؟ متنسوناش في اللايك والشير والاكسبلور عشان يوصلكوا كل جديد. واشتركوا في القناه يا جماعه على اليوتيوب. خشوا على اليوتيوب. انتوا مش بتخشوا ليه على اليوتيوب وتشوفوا؟ ده فيها حاجات جميله والله وهتفيدكم يعني. حاجات بسيطه وحلوه اهو. لونه شايفينه؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. وفص الثوم بقى مخليه روعه. اروع من كده مش هتلاقي.